فخامة الرئيس شخص عصبي متوتر، حقيقة في اعتقادي أن المرتزقة تمرد على الحلول على الشرعية الدولية وعلى الحل السلمي. أكيد. سياسة الرفض، سياسة الهروب إلى الأمام، سياسة العرقلة، سياسة عدم توفر الإرادة السياسية. المجهود المجتمع الدولي، مجهود الأمم المتحدة والدول النافذة هو محاولة التوصل إلى حل الطرق السلمية. ما أسلفت في البداية هو شعور بالعزلة، شعور بالفشل، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية أن تغطى بلفت الانتباه إلى دول الجوار وإلى طبعا الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. الولايات المتحدة تدعم المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، وخيبة أمل عن فشل في العلاقات في الدبلوماسية، فشل السياسة الداخلية التي لم توفر للمواطن الجزائري عيش الكريم. فلا زال هناك مجاعة، جهل، مرض، والنظام الجزائري غياب الإرادة السياسية موجود، عدم الاستعداد للتعاون موجود. يعني نأمل أن يمارس الضغط الكافي. لم يصل هذا الضغط إلى عقوبات اقتصادية وسياسية ضد النظام الجزائري متطاول على مجلس الأمن. علاقات مع الإسبان سيئة الآن، وأنها أسوأ مما كانت عليه.